الشتا بيحب السقسقه، وعلشان تعملي بسكوته بطعم حلو مع كوبايه الشاي او الشاي بلبن طول الشتا لازم تبقى البسكوته مظبوطه. وعلشان تطلع مظبوطه في الاول كده هاتي كوبايتين دقيق وانخليهم، وانزلي عليهم بمعلقه كبيره نشا ومعلقه صغيره بيكنج باودر وقلبيهم. وهاتي نص كوبايه زيت الا مقدار بسيط، زودي عليهم معلقه سمنه، وبعد كده نص كوبايه سكر بودره وبيضه ومعلقه صغيره فانيليا سايله وقلبيهم كويس. بعد كده انزلي بالزيت والسمنه وقلبي، وانزلي بالدقيق وحطي الاول كوبايه دقيق وقلبي. بعد كده انزلي بالكوبايه التانية ولمي العجينه لحد ما تبقى معاكي طريه وناعمه. لو العجينه لسه مفروله زودي عليها معلقه او معلقتين لبن، وقلبي العجينه كده تقليب بسيط من غير عجن. وعلشان تختبريها وتعرفي انها مظبوطه خدي حته عجينه وعلى ايدك كوريها وبططيها، لو ما فيهاش تشققات على طول شكليها. العجينه معايا مظبوطه فانا شكلتها بالمكبس او بالطابع، ولو ما عندكيش المكبس او الطابع فكوري العجينه وبططيها وبالشوكه علمي عليها. بعد كده دخليها فرن سخن مظبوط على درجه حراره 200، النار من تحت بس، وحطي الصينيه على الرف اللي في النص وهتقعد معاكي من 12 دقيقه ل 15 دقيقه، وهتاكلي احلى بسكوته ساده مقرمشه وخفيفه. طعمها جميل جدا ومكوناتها زي ما انت شفتي كده بسيطه. وقت التحضير كله كام دقيقه بس، النتيجة ان شاء الله مضمونة. والبسكوتة الخفيفة دي ان شاء الله لما هتجربيها على طول هتعمليها، ومستحيل من بره تشتريها. ويلا بسرعة